يا بنتي الوقت بيضيع، قومي قومي اشتغلي، قومي اجتهدي. خليكي قاعدة ريحي دماغك بقى شوية. كل يوم بتأجلي، هتفضلي كده لحد امتى؟ بصي خلاص مفيش فايدة، كله رايح. ايه، حاسين بالإحساس ده صح؟ جواك حفلة أصوات حرفيا مش راضيين يسيبوك تعيش. لو انت بيحصل لك كده، تعالى اقول لكم ازاي نوقف التفكير اللي مش بيخلص ده. التفكير الكتير هو لما عقلك يفضل يزن ويتكلم جواك من غير ما يسيبك في حالك، بيلح عليك في فكرة معينة. احيانا الفكرة دي بتكون هي شيء مفيدة، واحيانا بتكون بتدخلك في حالة قلق توتر مستمر، وبتخلي حياتك كأنها ضبابة سودة. يعني ايه التفكير المفرط ده؟ ايه التفكير المفرط؟ ان عقلك مش بيقف شغال طول الوقت، انت مش عارف تسيطر عليه. احيانا ده بيكون شغال في حاجة مفيدة، زي ان انت بتفكر ازاي تنجح في شغلك، زي ازاي انت بتفكر ان انت تنجح في مستقبلك. واحيانا بيكون الافكار مش مرتبطة ببعضها، بتخليك متوتر، اللي هو انا ليه بفكر كده؟ وده بيخليك ان انت مش عارف تسترخى. وده بيحصل دايما لما بتكون قاعد لوحدك، لما بتيجي تنام على المخدة تقعد تفكر كده، طب انا ليه بفكر في الحاجات دي؟ هو ممكن نوقف الفيديو ونسأل نفسنا، هو احنا ليه بنفكر زيادة؟ ليه شاغلين دماغنا بحاجات هي لسه ما جاتش او ملهاش اي تأثير لازمة؟ طبعا قاعدين مستنيين الجواب. الجواب بسيط جدا. بصوا، هو بسبب ضغوط الحياة اللي انت كل يوم فيها دي بتخلي عندك افكار كده، اللي هو طب ليه كده، طب ليه يحصل كده، طب انا اعمل ايه؟ تلاقي بص دماغك في مليون طريق. وده ممكن يستمر كمان معاك في النوم، بيحصل عندك قلق في النوم، ان انت مش عارف تنام، ان انت ممكن تكون داخل على السرير مثلا بالساعة وبالساعتين وبالتلاتة مش عارف تنام بسبب التفكير. كمان التكنولوجيا اللي كل يوم في تطور بشكل مستمر وبتدينا معلومات، ده بتخليك ان انت برضك قاعد بتفكر فيها. على فكرة ده مش حاجة غلط، احنا كلنا بنمر بالحاجات دي، بس الشاطر اللي بيعرف يسيطر عليها، اللي بيعرف يستفيد من الافكار اللي بتيجي في دماغه دي. وتعالى اقول لكم ايه الخطوات اللي هتخلي التفكير ده يقل وتخليك مرتاح، وكمان تستفاد من التفكير ده. ازاي بقى نوقف الافكار اللي انت متخيل ان الموضوع صعب؟ بس هو مش صعب، هو 3 حاجات بسيطة هتخلي عقلك يبتدي يهدى ويركز. اول حاجة، هتبتدي تاخد نفس عميق. ازاي؟ هتاخد النفس بس، تمام، وابتدوا طلعوه بشويش، اللي هو مش مرة واحدة، لأ، بالراحة. هتلاقي حالة استرخاء، هتلاقي انت كده خلاص ما بقتش بتفكر في حاجة، انت عضلاتك ابتدت تسترخي. تاني حاجة، اكتب افكارك، خلي عقلك فاضي. يعني ايه؟ يعني اي حاجة انت في دماغك ابتدي معاك ورقة وقلم او نوتس، اكتب فيها كل اللي بيدور في دماغك. هتحس ان انت بعد كده قادر تفكر بشكل كويس، قادر ان انت حتى لو المعلومات دي انت ممكن ما تستفادش بيها دلوقتي، بس ممكن تستفاد بيها بعدين. تالت حاجة، خلينا نتحرك شوية. يعني ايه نتحرك شوية؟ هو مش معنى الحركة ممكن ان انت مثلا انا بتحرك وبروح شغلي وكده، بس انت كل يوم في نفس الروتين. لا، ممكن مثلا تروح النادي، ممكن مثلا تشترك في جيم. كل ده برضك بيساعدك ان انت تفكر بشكل سليم، وتخلي دماغك اللي هي اكتف، نشطة، اللي هو اي حاجة انا عايزة اوصل ليها هقدر اوصلها، عشان انا بعمل كل حاجة بقدر احفز بيها عقلي. ودي كانت 3 خطوات بسيطة هتخليك تقدر ان انت تسيطر على افكارك وتخلي حياتك افضل واحسن. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو انتوا جربتوا حاجات تانية يا ريت تكتبولي في الكومنت عشان كلنا نستفاد من بعض. وباي باي.